الدنيا حر وعايزة تعملي أكلة سريعة وسهلة. طب تعالي بقى وهاتي لفة الجلاش اللي عندك في التلاجة، وهنعمل مع بعض أحلى فطيرة جلاش. حاجة كده في منتهى الجمال. هتحضريها في 10 دقايق بس، بلفة جلاش واحدة بس. هنعمل أحلى غدوة أو عشوة سهلة جدا من غير عجن أو فرد أو توريق للجلاش. هتعجبهم جدا بجد، طعمها حكاية. والحشوة بقى مش عايزة أقولك على جمالها. كمان ينفع ناخدها معانا النادي او تنفع اكلة سريعة في المصيف، هتعجبهم جدا والكل هيتجنن عليها. قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي لايك واشتراك ومتابعة لو اول مرة بتشوفي قناة مطبخ بيبو، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه معايا لفه الجلاش اللي معايا دي وزنها نص كيلو 500 جرام. ممكن تجيبيها طبعا من السوبر ماركت او من عند الكنفاني بتاع الكنافه، حسب المتوفر عندك. ولو موجوده عندك ومكسره وعملتيها بالطريقه دي هتطلع معاكي تحفه. حاولي بس ان انت تجيبي لفة الجلاش اللي وزنها 500 جرام علشان تظبط معاكي الوصفة القمر دي. جبت بقى لفة الجلاش بتاعتي وبدأت اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. قطعيه رول بالشكل ده. همشي بالطريقة دي لحد الاخر، لحد ما اقطع رول الجلاش كله. هتقولي لي يا بيبو هتعملي كده ازاي؟ ده كده الجلاش بتاعنا باظ. لا، ما باظ ولا حاجة، ما تقلقيش. بعد لما اخلص التقطيع هحط شرايح الجلاش في طبق. واهم حاجة بقى ابدأ افككها كويس جدا من بعضها بايديا. يعني اهم حاجة الشرايح بتاعتي ما تبقاش لازقة في بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بفككها كويس جدا جدا واخليها كده مفرطة عن بعضها. بس كده زي الفل. بعد كده هلف الطبق بتاعي بستريتش او بفوطة المطبخ او بكيس. المهم ان الجلاش بتاعي ما ينشفش مني لحد ما نعمل الحشوة بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل الحشوة بتاعتنا ازاي. انا هنا هعمل الحشوة بتاعتي باللحمة المفرومة. طبعا تقدري تعملي اي حشوة انت حباها. انا نزلت بقى في طاسة سخنة بشوية زيت ومعلقة زبدة كده لحد ما ساحوا كويس. ونزلت بالبصل، انا كنت مقطعاه مكعبات. طبعا انتي براحتك ممكن تضربيه في الكبة، بس انا بحب اقطعه مكعبات كده عشان يبقى باين اكتر مع اللحمة المفرومة. تشويحة حلوة بقى كده للبصلة، وانا مش عايزاه يصفر مني، يا دوبك بس البصل يدبل. وهبدأ انزل باللحمة المفرومة بتاعتي تشويحتين كده بقى كويسين على نار عالية علشان اللحمة ما تنزلش السوائل بتاعتها. هبدأ اشوح فيها كده لحد ما لونها يتغير. هنزل بقى كمان بفصين توم مهروسين كده حلو قوي على اللحمة المفرومة بعد ما تغير لونها وبدأت تدخل على السوا. ونزلت بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبهارات مشكلة ومعلقة كده من القرفة بتديها طعم وريحة تحفة. مش عايزة اقول لكم بقى ريحة التوابل طالعة وريحتها وجمالها عاملة ازاي. تشويحة بقى حلوة كده للحمة بتاعتي. وهبدأ انزل كمان بالفلفل الالوان. انا هنا عندي فلفل رومي وفلفل الوان احمر واصفر. وتقلبتين حلوين بقى كده للحشوة القمر دي. زي ما قلتلك الحشوة دي لعبتك، اعملي اللي انت عايزاه. عندك مثلا حتة بانيه قطعيها وشوحيها كده مع بصلة وتوابل، دي تبقى حشوة حلوة جدا وطعمها جميل. لو حابة كمان تضيفي طماطم او زيتون، ممكن بقدونس او جزر. ممكن كمان تعملي لها حشوة بالسجق، حشوة بالبسطرمة، حشوة بالتونة، زي ما انت عايزة. نيجي بقى لطريقة فرد الفطيرة بتاعتنا. جبت طاجن بايركس، ممكن صينية ممكن صاجة من بتاعة الفرن المتوفر عندك. البايركس ده مقاسه عائلي، حجمه كبير شوية. دهنته دهنة كويسة قوي كده من الزيت من تحت ومن الجوانب علشان الفطيرة بعد ما تستوي اطلعها معايا بمنتهى السهولة. وبدأت بقى انزل بنص كمية الجلاش اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده النص بس. وبدأت بقى ابططها كده ونزلت بالحشوة بتاعتي. هنزل بقى بشوية جبنة موتزاريلا على وش اللحمة المفرومة كده، هتديني طعم حلو جدا. عندك زيتون حطي، جبنة حطي، زي ما انت عايزة براحتك. الحشوة دي لعبتك، العبي فيها زي ما انت عايزة وحطي الموجود عندك والمتوفر عندك. هحط بقى نص كمية الجلاش التانية وافردها كويس جدا جدا. وهبدأ برضو اشكلها وابططها كده علشان خاطر تمسك مع الطبقة اللي تحت والحشوة كمان.
اضغطي عليها كده شمال ويمين وظبطيها وزي الفل. بصوا، ولا اسهل ولا اجمل ولا احلى من كده. شايفين الجلاش شكله حلو جدا وهو متقطع بالشكل ده. اهم حاجة تغطي الحشوة بتاعتك كويس جدا بالشكل ده. احنا كده جهزنا الصينية، ولا ورقنا ولا فردنا ولا تعبنا ولا اي حاجة. شيليها على جنب، وهنبدأ دلوقتي نعمل خليط التوريق اللي هيخلي الجلاش بتاعنا كده يبقى مورق وجميل، وهيطلع معانا زي الفطير. معايا بقى بيضة، ضفت لها نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهضربها واربها كويس جدا جدا. وهضيف لها 2 معلقة من السمنة او من الزبدة، هتديها لون حلو وقرمشة وكمان طعم وريحة حلو جدا. وهضيف لها كمان كوباية من الزبادي، يعني بمقدار معلقتين كبار من الزبادي. الزبادي هيطري معانا ورق الجلاش ومش هيخليه ناشف، وهيحولها معانا زي الفطير بالظبط. واخر حاجة بقى هضيفها هي كوباية من الحليب، حوالي 300 ملي. وهبدأ بقى أقلب كويس جدا جدا الخليط بتاعي لحد ما اتأكد ان المكونات اختلطت مع بعض تمام. هسقي الفطيرة بتاعتي بقى بالخليط دوت كويس جدا من كل حتة وخصوصا الأطراف لحد ما تتشرب معايا تمام. ولو حابة تعملي فتحات بالشوكة علشان تتأكدي ان الطبقة اللي تحت اتشربت كويس جدا من الخليط مفيش مشكلة، لكن انا شفت ان الطبقة اللي تحت اتشربت معايا كويس جدا. اخر حاجة بقى معايا الجبنة الموتزاريلا، ودي اختياري، بس بصراحة هتفرق معاكي قوي حرفيا. الطعم هتبقى طعمها خطير، وهتبقى عاملة كده زي الفطير الشرقي والبيتزا، لذيذة قوي. تعالوا بقى ندخل على مرحلة التسوية. بدخلها في فرن سخن جدا، درجة التسوية بتاعته 200، يعني درجة أعلى من المتوسط بشوية. هتشغلي الفرن من تحت بس، وكمان شغلي المروحة لو موجودة، لكن لو مفيش مروحة متوفرة خلاص مفيش مشكلة، شغلي الفرن بس. وبحط الصينية بتاعتي على الشبكة في الرف اللي في النص، واول ما الاطراف بتاخد لون احمر بطفي الفرن واشغل لها الشوايه. وطبعا مادام شغلت لها الشوايه لازم اتابعها كويس جدا لحد ما توصل للون الروعه اللي انتوا شايفينه دوت. اخدت معايا في التسوية حوالي من 20 ل25 دقيقة. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ مش لازقة معايا في الصينية لان احنا دهننا الصينية كويس جدا بالزيت. مش عايزة اقول لكم بقى قرمشة وطرية في نفس الوقت، ومش معجنة ومش مفككة من بعضها زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة وجمال وشكل يفتح النفس. ولا اسهل ولا احلى من كده. جربوها وهتعجبكم جدا جدا. وما تنسيش بقى تعملي لايك للوصفة القمر دي، واشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بيبو. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.